كيف تقرأ أفكار الآخرين؟ أسرار اللغة الجسد التي لا يدركها الكثيرون. هل سبق لك أن شعرت بأن شخصا ما يقول شيئا لكنك لا تصدقه؟ أو تساءلت لماذا تشعر بعدم الارتياح عند التحدث مع شخص معين؟ الحقيقة أن 93% من التواصل يعتمد على لغة الجسد ونبرة الصوت، بينما تشكل الكلمات 7% فقط من التأثير الفعلي. في هذا الفيديو سنكشف لك أسرارا علمية وتحليلية لقراءة أفكار الآخرين من خلال لغة جسدهم، كما يفعل خبراء علم النفس، المحققون، والمفاوضون الدوليون. ستتعلم كيف تميز بين الصدق والكذب، الثقة والشك، والاهتمام والتجاهل فقط من خلال مراقبة الإشارات غير اللفظية. تحليل لغة الجسد، الأسس العلمية. لماذا تعتبر لغة الجسد أداة قوية؟ لأنها تعكس المشاعر والنيات الحقيقية التي يحاول البعض إخفاءها بالكلمات. لكن لفهمها بدقة، يجب الانتباه إلى مجموعة من الإشارات المتكاملة، وليس إشارة واحدة فقط. 1. تعابير الوجه، المرآة الأولى للمشاعر. رفع الحاجبين بسرعة، مؤشر على الدهشة أو المفاجأة. شد الشفتين للداخل، يدل على الانزعاج أو محاولة إخفاء أمر معين. الابتسامة المصطنعة، يمكن كشفها من خلال العينين. إذا لم تتجعد الزوايا الخارجية للعين، فغالبا ما تكون الابتسامة غير صادقة. 2. العيون، المؤشر الأكثر دقة للكشف عن الأفكار. اتجاه النظر يكشف الكثير. النظر للأعلى أثناء التفكير، محاولة استرجاع ذكريات حقيقية. النظر لليسار أثناء التحدث قد يكون مؤشرا على تأليف معلومة أو عدم صدق. تجنب التواصل البصري المستمر قد يكون ناتجا عن الشعور بالخوف، القلق، أو إخفاء شيء ما. 3. حركات اليدين، رسائل لا واعية عن النيات. إخفاء اليدين أثناء الحديث، محاولة للسيطرة على التوتر أو إخفاء حقيقة. لمس الأنف أو الفم أثناء الكلام، مؤشر على التردد أو محاولة الكذب. تشبيك الأصابع بقوة، دليل على القلق أو التفكير العميق. فتح الكفين أثناء الحديث، إشارة إلى الصدق والانفتاح. 4. وضعية الجسد، هل هو مرتاح أم متوتر؟ الجلوس بوضعية مفتوحة، الأرجل غير متشابكة واليدان مسترخيتان، مؤشر على الثقة والانفتاح. الجلوس بوضعية مغلوقة، تشابك اليدين أو الأرجل قد يدل على التوتر أو عدم الراحة. الميل للأمام أثناء التحدث، اهتمام وتركيز في الحوار. الميل للخلف مع تشبيك الذراعين، موقف دفاعي أو تحفظ. 5. نبرة الصوت، البعد الخفي في تحليل الشخصية. الصوت يعكس المشاعر الحقيقية أكثر مما تعكسه الكلمات. التردد أو التوقف أثناء الحديث قد يشير إلى القلق أو عدم الثقة بالنفس. ارتفاع الصوت المفاجئ قد يكون ناتجا عن محاولة إثبات شيء غير حقيقي. الهدوء المفاجئ أثناء الإجابة على سؤال مهم، محاولة لإخفاء المشاعر الحقيقية. كيف تستفيد من هذه المعرفة؟ لا تعتمد على إشارة واحدة فقط عند تحليل لغة الجسد، بل راقب السلوك الكامل. استخدم هذه المعلومات لتعزيز قدرتك على التفاوض، بناء العلاقات، وكشف الأكاذيب. انتبه إلى لغة جسدك أيضا، لأنها تؤثر على طريقة فهم الآخرين لك. سر أخير لا يدركه الكثيرون. الخبراء لا يحكمون على شخص بناء على إشارة واحدة، بل يبحثون عن 3 إشارات متتالية على الأقل قبل اتخاذ قرار. لا تنسى دعمنا بالاشتراك والإعجاب لنقدم لك المزيد من المحتوى الاحترافي. هل سبق لك أن لاحظت إشارات جسدية كشفت لك حقيقة شخص ما؟ شارك تجربتك في التعليقات.